بور السودان يتعرض مرة أخرى لطائرات مسيرة، ويقول الجيش السوداني أن هذه الطائرات تأتي من القاعدة الإماراتية في القاعدة البحرية الإماراتية في جيبوتي، أو عفوا في الصومال. يعني هذه ليست المرة الأولى، كان بالأمس أيضا هناك هجمات انتحارية، وقام الجيش باستهداف طائرة إماراتية كانت تحمل أسلحة وأيضا طائرات مسيرة انتحارية. وتم القبض على بعض الأجانب وإصابة العديد منهم. هذه العمليات المتكررة، يعني ما هو المقصود منها؟ يعني يذكر أن الإمارات كانت قد قبضت على طائرة في الإمارات، وقالت إنها سودانية أو تحمل أسلحة للجيش السوداني، ورد الجيش السوداني بأنه ليس يعني لديه النية بأنه يقوم بتهريب أسلحة للسودان، لأنه لديه الصلاحية والشرعية بأنه يحصل على السلاح بصورة شرعية. لكن طبعا هذا ما حدث، وتتوالى يعني الجولات بين الصومال والإمارات، وتصر الإمارات على أنها ليست لها دخل سوى المعونات الإنسانية، وتركز على هذه النقطة. ولكن يعني الوضع هو الذي يحكي عن نفسه، أو الوضع على الأرض، أو يعني ال ال الأحداث هي التي تشير إلى وجود هذه التهريبات أو تهريب الأسلحة. وكانت هناك محاولة لتهريب أسلحة من تشاد، ويبدو أن هناك يعني محاولة جديدة لمساعدة الدعم السريع بعد الانتصارات التي حققها الجيش السوداني. والمطلوب هو أن تستقر السودان، وأن يعني ينعم الشعب السوداني بالاستقرار والأمن مثل بقية الدول. ويعني نتمنى أن يشارك الجميع في ذلك. يعني ليست هناك يعني ضرورة لأن يكون هناك عداء إقليمي مع السودان بهذه الصورة. ورغم أن الإمارات يعني تنكر ذلك، وهي الآن محكمة العدل الدولية تحت شكوى من السودان.